اللي هو ليه أغلبنا لما بيقعد على الفيس بيقعد يقلب فيه كده ويحس أكنه وقع في حفرة وما طلعش منها غير بعد ساعتين. هو ايه اللي في الفيس بيخلينا نتشد ليه بالشكل ده ونسرح معاه في الوقت بالشكل ده؟ يلا بينا نشوف مع بعض. بصوا بقى، 5 مشاعر بيلعب عليهم الفيس، يرميهم كده ويشدنا بيه ناحيته. تعالوا نشوف مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة هي مشاعر الانتماء. كلنا بنحب نحس إن احنا منتميين لمجموعة، بنحب نحس إن احنا في أسرة متفاعلة معانا. هو ده اللي معيشه لنا الفيس وبيخلينا نعيش كده جوه جو أسري، ويبتدي يقول لنا بعض الإشعارات كده الظريفة: فلان عيد ميلاده النهاردة، كن أول المهنئين له. فلان علق على المنشور بتاعك، فلان علق على منشور حد تاني، يعني واحد علق على منشور حد تقول وانا مال اهلي. وبعد كده الفضول ياخدك وتبتدي تشوف هو صح علق له بايه، مش يمكن مثلا بيلقح بالكلام على حاجه؟ طب ما اخش اشوف ايه الموضوع. اشعار تاني يجيلك بذكريات ليك من سنه ولا سنتين فاتوا في نفس ذات اليوم حصل لك الحاجه الفلانيه. مش بس كده، ده كمان بيروح عامل لك مثلا لما يجيلك طلب صداقه يقول لك خد بالك الاصدقاء المشتركين بينكم كذا وكذا، خد بالك لو الشخص ده مش عاجبك ممكن تعمل له حظر ومش هننبه الشخص التاني. مش بس كده، ده انت كمان ممكن تحط حاجات على الفيس، مثلا حاجات مزعلاك وتبتدي تقول فلان مات والناس تبتدي تتفاعل معاك والبقاء لله وشد حيلك وي وي وي، وتلاقي تفاعلات جميلة جدا. حاجة تانية تفرحك تحطها على الفيس تلاقي تفاعلات كتيرة جدا. ليه؟ لان الفيس بيبلغ فلان نزل منشور دلوقتي، فلان نزل على قصته دلوقتي، فتلاقي انت بتتفاعل مع الناس والناس بتتفاعل معاك. أسرة كده ومجموعة جميلة، بتحس جواها بالانتماء، بتحس جواها ان انت مهم، بتحس جواها ان انت ضروري ان انت تتواجد عشان تشوف اخر الاحداث اللي حاصلة. فهو ده اللي معيشهولك الفيس. فبالتالي كل ما حسيت بالمشاعر دي كويس قوي جوه الفيس هتسيبه ليه؟ اذا كنت انت حاسس بالانتماء جوه هذه الاسره الجميله الوهميه اللي معيشها لك الفيس. تاني نوع من المشاعر اللي بيعيشها لنا وهي الاحساس بالراحه. خد بالك انت ماسك الموبايل وقاعد على الكرسي او نايم على السرير وقاعد تقلب، انت بتعملش حاجه، انت بتكتبش حتى، انت قاعد تقلب عشان تشوف الاخبار. وفي كمان في برمجة الفيس بيعرف من خلال الصفحات اللي انت مشترك فيها ومن خلال الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها هو انت ميولك ايه بالظبط، هو انت اتجاهاتك ايه بالظبط. وما تقلقش، بيجيب لك كل اتجاهاتك كلها والفيديوهات اللي انت تحب تتفرج عليها. ما هو مش هيحط لك حاجة وانت مخليك ما تتفرجش عليها وتبعد، لا اوعى، خليك زي ما انت والله ما انت قايم، ويخليك تقعد تتفرج على الحاجة ديت ويسرح معاك الوقت. تالت نوع من المشاعر اللي بيلعب عليها وهي الاحساس بالفخر. خد بالك ان انت ساعات كتير بتروح مثلا ماشي في موضوع معين ونجحت فيه وخدت شهاده فيه، بس مش هتحس بسعاده زي ما تنزل المنشور على الفيس وتروح قايل ان انت حصلت على الشهاده الفلانيه وتلاقي التهنئه والناس بتبارك لك وما شاء الله عليك وتحس بالفخر. مش بس كده، ده انت لو خرجت خروجه والخروجه دي كانت حتى بايخه وتصورتوا فيها، كل ما تتصوروا طبعا تضحكوا في الصوره، وقاعد تتصور مره واثنين وثلاثه لحد ما الصوره تطلع كويسه وتروح منزل على الفيس الناس تفرح بيك وايه المكان الجميل ده، تروح انت تحس بالفخر. الثلاث مشاعر دول وهو احساسك بالانتماء واحساسك بالراحه واحساسك بالفخر بيخلقوا الاحساس الرابع وهو الاحساس بالسعاده. فانت لو طول ما انت قاعد على الفيس انت شاعر بالسعاده. ليه؟ لان انت شغال بتعرف اخبار الناس، فلان قال ايه فلان، وفلان عمل ايه في نفسه، وفلان نزل قصه ايه، فلان حزين، فلان فرحان، وهكذا. فلان طب غايب ليه بقى له مده، طب روح اسال عليه، ابعت له رساله، وتبتدي تحس بيه الاسره اللي انت عايش فيها، فتحس بالسعاده. وكمان انت بتجيلك كل الحاجات اللي نفسك فيها من الاخبار والفيديوهات في المجال اللي انت حبه في الاتجاه اللي انت بتتبناه. مش بس كده، ده انت كمان بتفرح بعمايلك وانجازاتك ان هم الناس بيتفخروا بيها اكتر ويفرحوا بيها اكتر، فتحس احساس بالفخر. يبقى ده الاحساس الرابع وهو احساس السعاده اللي طول ما انت قاعد على الفيس وانت حاسس بيه. الاحساس الاخير بقى والخامس وهو الاحساس بالغيره. الغيره من ايه؟ انا دلوقتي فلان نزل مكان خرج فيه، طب انا بقى هروح انزل في مكان تاني احسن منه وانزل صور واشوف بقى لايكتي ولا لايكاته، طب كمان ده انزل صوره، طب انا هنزل بقى صوره احسن منه، وهكذا. احساس الغيره ده هيخليك ان انت دايما عايز تشوف تعمل ايه جديد، تنزل اي حاجه جديده، تجيب لايكات كتير، تجيب تفاعلات كتير. خلاص انت بقى كل شغلك الشاغل تجيب كام لايك وتبقى احسن من فلان، فلان خد قد ايه لايك انا كمان اخد احسن منه، وهكذا. خلاص انت بقى دلوقتي كل مشكلتك ان انت تشتغل اكتر على الفيس علشان تعمل لنفسك متابعين اكتر.
طيب الخمس مشاعر دول اللي جرفونا ناحية الفيس، طب أنا أعمل إيه علشان أتخلص من المشكلة الكبيرة دي؟ انا مش هقولك حاجه ما تتعملش، مجرد ان انت تعمل الموبايل صامت. خلي الموبايل انت اللي تجيله مش هو اللي يجيبك، يعني ما تسمعش صوت الاشعارات اللي في ثانيه بيخلينا نروح نجري على الموبايل ونشوف ها البوست اللي انا شيرته حد علق عليه، البوست اللي انا عملته حد قال عليه حاجه، الصوره بتاعتي اللي انا نزلتها وغيرتها حد عمل فيها حاجه، حد بيهنيني بحاجه. ده انا هتني بقى كل ما يجيلي اشعار اجري على الموبايل. ما ينفعش الكلام ده. اعمل الموبايل صامت، اخلص كل اللي نفسي فيه وابتدي خلاص. ممكن تعمل موبايل تاني زراير كده لو في حاجه في الشغل عشان الشغل ما يتاثرش لو انت عملت الموبايل صامت. وبس كده خلاص، انت عملت الموبايل صامت، عشت حياتك، عملت انجازاتك العاديه. خلاص ممكن ساعه كده اخر الليل او مثلا في النص تعمل لنفسك مكافاه ان انت تمسك الموبايل، ابتدي شوفه وحدد لنفسك وقت. لكن ما تخليش الموبايل على طول تسمع صوت الاشعارات، لانه لا ارادي هتطلع تجري على الموبايل وتضيع اليوم منك وانت فاكر ان انت كده ما شاء الله حاسس بالسعاده وحاسس بالراحه وحاسس بكل الاحساسات اللي انا قلت لكم عليها دي، لحد ما تفوق من حقنه البنج دي وتلاقي نفسك وقتك ضاع وعمرك ضاع وانت ما عملتش فيه حاجه مفيده. ولا ايه رايكم؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.